يا ابني اعقل وبلاش منها. يا ست خلينا نجرب. افتكر اني قلتلك بلاش. يا ست بيقولولك المعلقة السحرية ديت بتودي الوصفة دي في حتة تانية خالص. تعالي نجرب وندوق في الآخر وهنشوف. ماشي. أول حاجة هنحط شوية زيت، وبعد كده هنضيف 4 فصوص توم مفرومين، هنشوحهم كده لحد ما لونهم يصفر معانا، وبعد كده هضيف فلفل رومي وفلفل حامي لزوم الشطشطة. وتلسعك في بقك. الله يسامحك. هشوح كويس وهضيف بقى طماطم مقطعة قطع صغيرة. هشوح كويس وهضيف بقى معلقة كبيرة من الصلصة وهقلب، وهضيف بقى المكون الأساسي معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني وهقلب كويس، وبعد كده هضيف عليها شوية مية صغيرين علشان اعمل لها صوص كده، علشان هنزل عليها بالبتنجان المقلي. وهقلب كويس وهضيف ملح وفلفل وهقلب، وبعد كده هنزل بالبتنجان المقلي. انا مقطع البتنجان قطع صغيرة، ممكن تقطعوها حلقات زي ما انتوا عايزين. وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده، وهضيف عليهم معلقة تاني من زبدة الفول السوداني، لان انا دقتها لقيت طعمها مش بارز، علشان هي اساس الوصفة، لازم لما اجي اكل منها احسها. بعد كده هضيف عصير ليمونة وشوية بقدونس وهقلب، وبكده تكون خلصت معانا. تعالوا بقى نقدمها ونجرب وندوق. الطعم حلو. يلا دوقي بقى وقوليلي ايه رأيك. ماشي. الفرق مش كبير بينها وبين المسقعة المصرية. وانا برضو بقول كده. بس برضه هقولك تسلم ايدك. تسلمي بألف هنا.